بنتكسف نتكلم في مواضيع كتير، كنا بنتكسف حتى نسأل فيها أقرب الناس لينا، زي وسائل تنظيم الأسرة بالظبط، تركيب اللولب، الواقي، الإقراص، الحقن. احنا النهارده هنتكلم بشكل أوضح عن كل وسائل تنظيم الأسرة، وبدل ما تاخدوا المعلومات دي من أصحابكم، خدوا المعلومات دي من هنا. احنا هنشارك معاكم معلومات موثوقة 100%. أنا محمد الخولي، طبيب نفسي، وعشان تاخدوا معلومات موثوقة لازم تكون من خلال متخصص. عشان كده ضيفتنا النهارده دكتورة أماني سعد، أخصائي النساء والتوليد ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمحافظة الجيزة. دكتورة، يعني وسائل تنظيم الأسرة وتنظيم الأسرة موضوع يعني إيه شوية مهم إن احنا نتكلم فيه جدا. طيب قولي لنا إيه هي تنظيم الأسرة عامة كعملية، مقصود بها إيه؟ وإيه أنواع الوسائل اللي عندنا؟ وسائل تنظيم الأسرة، نقول الأول تنظيم الأسرة هو قرار حر مبني على المعرفة بياخده الزوج والزوجة، تمام، عشان يبنوا الخطة بتاعتهم. محتاجين قد إيه أطفال، محتاجين قد إيه مباعدة بين كل ولادة وولادة طبقاً لحياتهم وظروفهم، وطبعاً بنتكلم على الحياة الصحية والنفسية. وسائل تنظيم الأسرة كل الوسائل متاحة عندنا، زي ما بنقول قماشتنا واسعة. كويس. عندنا نوعين من اللولب النحاسي واللولب الهرموني، عندنا نوعين من الأقراص، عن نوعين من الحقن، عندنا الكبسولة، عندنا الواقي الذكري، عندنا البوس المهبلي، عندنا حبوب الطوارئ. وكل ده وكل الوسائل دي متاحة كل في الوحدات الوسائل الصحية. متوفرة في الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة الخاصة ببرنامج تنظيم الأسرة في وزارة الصحة بالمجان. طيب دكتورة، خلينا ناخد اللولب، بما ان اللولب هو اكتر وسيلة شوية بيبقى فيها كلام والناس بتتكلم عنها كتير. اللولب بمنتهى البساطة كده وظيفته ايه وبيتركب ازاي؟ اللولب وظيفته ان هو وسيلة بتمنع الحمل لمدة 12 سنة عن طريق ان هو وسيلة رحمية بتتركب جوه الرحم بدكتور مدرب على ذلك، والطبيب المدرب ده مدرب من برنامج تنظيم الأسرة الخاص بالوزارة في كل الوحدات الصحية. طب كويس، احنا التدريب بياخدنا لنقطة فكرة الشائعات اللي بتتقال حوالين الوسيلة زي بالظبط. اللولب، وفكرة ان في البيوت المصرية يقول لك لا انا اركب لولب ليه، ده بيسرح، ده هيحصل له ويحصل له. فاحنا عايزين بس نقول كده ايه من خلال خبرة حضرتك كده، ايه اكتر شائعات شفتيها في البيوت المصرية حوالين اللولب وايه الرد عليها؟ اكتر شائعة شفناها وقابلتنا ان اللولب بيسرح من مكانه. بيسرح. مشهورة. طيب احنا ربنا خلق الانسان كل اعضائه الداخليه، كل عضو مختص بذاته في حجره منفصله لوحده. الرحم ده حجره منفصله بيتم تركيب اللولب في مكان معين في بطانه الرحم، مكان صح تماما. اللولب ده لو تركب صح في مكانه مش هيتحرك من مكانه، مش هيحصل له اي حاجه، هيأدي وظيفته تماما لمده 12 سنه بيحمي الست دي وزوجها من الحمل، بس يتم تركيبه عن طريق طبيب او طبيبه مدربه. لو الست اللي ركبت اللولب قررت انها عايزه تشيله بعد مده اقل من ال 12 سنه، ايوه، هل ده متاح؟ طبعا. طب بتعمل ايه؟ رغبه المنتفعه تروح الوحده الصحيه بتطلب من الطبيبه انها تشيل اللولب. بنعرف الاول سبب الشيل، هل سبب الشيل انها بتفكر في الانجاب؟ حقها تماما طبعا، وبتشيله فورا، بل بنتابع معاها متابعه حمل، وبتاخد كمان فيتامينات ان هي تؤهلها كمان للحمل، حقها طبعا. لو عايزه تشيله لسبب تاني انها تستبدله بوسيله تانيه في نفس الوقت، كل ده متاح؟ طبعا المنتفع طبعا اللي هي عايزاه احنا بنلبيه لها، وكل ده متاح جوه وحدات طبعا. تنظيم الاسره. كويس قوي. طيب انا عايز اخد حضرتك بقى في حته برضو في اللولب. ايه راي حضرتك في تركيب اللولب سواء بعد الاجهاض او الولاده القيصريه؟ مهم جدا. مهم جدا. بعد الاجهاض الخصوبه بتعود للست سريعا، فلو السيده اجهضت لا طبعا بتستخدم وسيله يعني خلال 7 أيام مباشره يعني. تمام. اثناء القيصريه بقى تركيب اللولب اثناء القيصريه ان شاء الله هيقلل من نسبه الاحتياجات الغير ملباه للوسائل ذات نفسها. للوسائل. احتياج غير ملبى يعني الست عايزه تستخدم وسيله بس مش عارفه تستخدمها. تمام. طب الست لما تولد قيصري في المستشفى ويتم تركيب لها الوسيله اثناء الولاده على طول. ببساطه انا بقول للست اللي رايحه تولد قيصري، الخدمه عندنا اولا بتقدم في كل مستشفيات محافظه الجيزه. انت لو حضرتك رايحه تولدي قيصري، الدكتور كده انت واخده بنج، والدكتور فتح الرحم ولد البيبي، طلع الخلاص، بيحط اللولب، لا بتحس بألم، تمام، ولا في هتنهي بقى اهم مشوار تاني للوحده الصحيه او يوم معين تروحيه عشان تركبي اللولب. حاجه كده بصراحه رائعه. ست زي ما بنقول كده بالبلدي طلعت بباكج،
ولدنا ابنها على الوسيلة. كتفها حلو. والوسيله موجوده جوه الرحم. دكتور، حضرتك من خلال الشغل والخبره سواء في المحافظه عند حضرتك او حتى شغل في التخصص بره المحافظه، ايه اكتر وسيله امنه وفعاله؟ اكتر وسيله امنه وفعاله يا دكتور هي الوسيله المناسبه للست. الوسيله المناسبه للست بمعنى كوتد بمعنى بين قوسين. بمعنى ما اقدرش اقول وسيله مناسبه مطلقا. يعني انا مناسبه لي اللولب، اختي مناسبها الاقراص، صاحبتي مناسبها الكبسوله، وهكذا. الوسيله المناسبه للسيده هي الوسيله الامثل. كويس قوي. اللي تحديد مريحاها. الوسيله دي اللي مريحاها زي ما قلنا ومناسبة من شويه، لصحتها. المشوره ومناسبه لظروفها ظروفها الاقتصاديه او الاجتماعيه. او الاجتماعيه. ممتاز. لا مش الاقتصاديه، كل الوسائل مجانا. عشان خلاص هنتكلم بقى على الوحده، احنا بنشجع الناس على مناسبه لايه؟ بالظبط. في ست عايزه وسيله طويله المفعول، تمام. في حلو ست قوي. عايزه وسيله قصيره المفعول. كويس جدا. تمام. في وقت معين، في خطه، في بلان معينه مع جوزها، هحمل في فتره معينه. تمام. كويس قوي. في وسيله مش مناسبه السيده صحيا لسبب ما، بختار الوسيله اخرى مناسبه ليها صحيا. يبقى الوسيله الامثل او الاحلى وسيله هي الوسيله اللي بتناسب الست نفسها على حسب الخطه اللي هم متفقين بالزبط. عليها. بالظبط. طب الثقافه الجنسيه عامه عندنا في مصر قليله شويه. كويس قوي، متفقين. ايه فعلا. وجهه نظرك حضرتك ان احنا نحل الموضوع ازاي ونعلي الثقافه دي ازاي؟ طيب نقول في الاول هي قليله ليه؟ عشان خاطر ممكن نقول الاعراف والتقاليد شويه. مجتمع مش بيحب تداول الفكره ديت. طيب انا شايفه ان اول خطوه ممكن نحل بيها الموضوع ده هو التوعيه الصحيه الشامله عن طريق الاعلام بجميع انواعه بقى. اعلام تنظيم الاسره، اعلام الوزاره، اعلام التربيه والتعليم، الاعلام التلفزيوني. احنا من خلالنا ممكن ندي ندوات لطلاب المدارس خاصه في سن المراهقه، دي حاجه مهمه جدا. ممتاز. ايوه، لان الاولاد دول ممكن يلجأوا للجنس الغير امن. ممكن اي معلومه يحبوا يعرفوها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الغير امنه، او بيسال زميله او هي بتسال زميلتها. ما ننساش توعيه عن الثقافه الجنسيه للمقبلين عن الزواج. ممتاز. ما ننساش توعيه للاب والام عشان الولد او البنت اول ما يتكلم مع الوالد والوالده. لو المشكله محتاجه مختص نلجأ لمختص، ومش شرط المختص يكون طبيب نساء او طبيب ذكوره، ممكن مختص نفسي على حسب نوع المشكله. والله يعني احنا شغالين. فاحنا لو بالظبط يا دكتور لو في انتجريشن صح ان شاء الله نعمل الانتجريشن ده. بالظبط. واحنا من خلال الاعلام بتاعنا بنبدا نعمل الكلام ده من زمان، بس ان شاء الله نزود في ده. كويس جدا دكتوره. يعني ممكن نقول اخر سؤال، احنا نقدر نقول ان مسؤوليه منع الحمل، المسؤوليه دي بتقع على الزوجه بس ولا الزوج والزوجه؟ لان الموضوع ده شويه بيبقى فيه يعني كلام كتير. الزوج والزوجه يا دكتور. الزوج والزوجه. احنا في البدايه قلنا تنظيم الاسره هو ايه؟ قرار حر مبني على المعرفه بيتخذوا مين؟ الزوج والزوجه. ما ينفعش الست تروح تاخد وسيله من غير معرفه زوجها. الزوج لو مش موافق على الوسيله بقول لها طيب نتكلم معاه، كلمي معاه، وصلي له المشوره اللي احنا اديها لك، وصليها له. طيب لو هو حابب يجي مع حضرتك عياده تنظيم الاسره اهلا وسهلا، نديكوا انتوا الاثنين مشوره خاصه للزوجين ويتم اختيار الوسيله الصح للاسره ما بينكم انتوا الاثنين. بالظبط كده. اهم حاجه ان احنا ناخد معلوماتنا من مصادر موثوقه، ناخد معلوماتنا من المختصين. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان احنا بنستخدم الوسائل الاستخدام الامثل علشان نحقق اكتر فاعليه منها. والوحدات الصحيه كل الوسائل فيها بشكل مجاني زي ما اكدنا في حلقتنا النهارده. شكرا ليك.